موضوع في الحقيقة عبارة عن قنبلة موقوتة في المجتمع المصري. كل واحد النهاردة لازم يفكر فيه ويتابعه كويس من خلال هذه الفقرة الهامة. احنا هنتكلم عن الإلحاد الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرها من المواقع الأخرى. احنا معانا ضيوفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ جمعة محمد علي خطيب ميدان التحرير. اهلا وسهلا بيك. معنا كمان الاخ مصطفى زكريا، هو احد الشباب الذين اعتنقوا مبدا او مذهب الالحاد. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا مصطفى، انا هبدا بيك على طول. انا طبعا عايز اعتذر ليك لان انا قدمت يحيى مش مصطفى. نورتنا. وعايز اسالك، يعني انت قبل ما تعتنق الالحاد انا مش معتنق الالحاد. امال؟ اولا انا لا ادري. ده توجه من توجهات الالحاد، ان انت ما يكونش عندك يقين ببعض الاشياء. يعني ما عندكش يقين الله موجود الله مش موجود، الرسل بعتهم الله وما بعتهمش، وعلى ما ذلك يعني شبه كده. وانت لا تعرف؟ انا لا ادري. لا تدري ان الله موجود ام لا؟ ما عنديش يقين بوجوده او عدم وجوده. بس ده كفر. مش كفر والعياذ بالله. لا، انا ما قلتش ان هو موجود، ما قلتش ان هو مش موجود، لان انا ما نعرفش، انا ما عنديش دليل على ان هو موجود. ببساطه. بس لكن قبل انت بتسال ان انا امتى بقيت كده. هي انا قعدت افكر، الموضوع جه معايا واحده واحده، يعني ما جاش مره واحده. لحد ما لقيت ان الموضوع ما بقاش مهم بالنسبه لي قوي. لان الحياه المفروض ان احنا كلنا بنتعامل مع بعضينا مش من خلال الدين، يعني بنتعامل مع بعضينا من خلال الانسانيات، من خلال ان احنا لازم نحترم بعض ايا كان دياناتنا. لان انا طلعت في اسره مسلمه. انت اسمك مصطفى على اسم الرسول عليه السلام. واتربيت في اسره مسلمه ان انا اطلع مسلم. ما كنتش بفكر زي اللي انا مؤمن بيه ده صح او خطا. ولما بدات افكر بدات اشوف حاجات ما بتريحنيش. اللي هي زي ايه؟ انا مش عايز اتكلم في نقد الاديان، مش عايز اقول مش عايز اقول ان الدين وحش او حلو او غلط. لان الموضوع دوت مش من اهتماماتي اصلا. احنا كملحدين مش عايزين احنا مش عايزين نثبت ان الدين وحش او حلو او احنا عايزين نثبت ان احنا كمسلمين الواحد يبقى حر. لا احنا كمسلمين يعني، ولا كمسلمين انا ماليش دعوه. ولا احنا كمصريين المفروض ان الدين دوت شيء خاص، شيء شخصي، تمام، وجوه القلب مش بره القلب. يعني المفروض ان انت تعاملني كانسان بغض النظر عن ما اعتقد. لان اللي في ناس جت في اسره مسيحيه اتربى ان هو مسيحي، واحد جه في اسره يهوديه اتربى ان هو يهودي. ايوه بس الالحاد ولا هو مسيحيه ولا يهوديه ولا اسلام. الناس دول ما اختاروش. لا انا عايز اقول لك ان الالحاد ليس او لا ادري اللي حضرتك بتتكلم عنها لا تمت لاي دين. صح. ده ايه دين جديد ده ولا ايه؟ مش دين جديد، ما هواش دين اصلا. امال ايه؟ ما هواش دين، ناس اختارت. يعني اليهوديه بلاقي ان هو مؤمن ان هناك الله موجود، شرحه المسيحيه، شرحه الاسلام. وفي ناس لا دينيين مؤمنين ان ربنا موجود. طيب يعني امال بقى انت ليه لا تدري؟ ما عندكش يقين بده؟ عشان ايه معطياتك؟ مفيش دليل. مفيش دليل يتقدم لي ان الله موجود. لازم دليل يتقدم لك، يعني مفيش دليل. طيب يعني سبحانه يعني خلقك، ده مش دليل؟ مش دليل. شيخ جمعة، كيف ترى يعني هذا الكلام، وجهة نظر الدين في هذا الكلام؟ هل هذا لضعف التدين؟ هل لضعف الدعوة؟ هل لأن الحقيقة يعني الدعوة مش واخدة حقها ولا إيه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام. وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وبعد. أولا قبل ما نخوض في أصل الموضوع، أنا بس أستاذن معاليك في دقيقتين كده بسرعة. اتكلم، اتفضل، خد راحتك. قضية الإلحاد لم تكن واردة في أي دين. أي دين من الأديان، سواء الإسلام أو المسيحي أو اليهودي. دي قضية مستحدثة.
الالحاد المستحدث في الزمن المعاصر ان هم بيقولوا لا اعتراف بوجود الله. هذه القضيه مستحدثه. من الذي احدثها؟ بنو صهيون. لما ربنا تبارك وتعالى خاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال عليه افضل الصلاه والسلام: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. سبحان الله. ونعم بالله. للمؤمنين أهل الجاهلية الكفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مقرين بوجود الله، ولكن يجعلون له أندادا، زي ما ربنا قال: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فقضية الإلحاد من يجعل لله اندادا حكمه ايه في الدين؟ في الشرع، في شرع الله مشرك خارج من يعني الملة. كافر؟ نعم، خارج من الملة. يعني انا الراجل ده دلوقتي كافر هذا الرجل باللي انت سمعته منه؟ سيد الفاضل، هذا الرجل قال الله في حقه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حوار مع أحد المشركين قال: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. بيقول له: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات. من الذي خلق السماء؟ من الذي خلق الأرض؟ من الذي خلق وأوجده من عدم؟ كل هذا هو لا يؤمن به. فالإلحاد ده بيقول لك ما عندوش يقين ان نعم. ربنا سبحانه وتعالى نعم. المولى عز وجل انه نعم. موجود اصلا. نعم. احنا بقى بنوجه له سؤال. بنقول له: انت الاستاذ الفاضل الاستاذ مصطفى، استاذ مصطفى، احنا قاعدين النهارده مش عشان مين اللي يغلب ومين الاحسن، لا، احنا قاعدين علشان نعرف الصح من الخطأ، نوضح المسألة، والمشاهد برضه يشاركنا الموضوع فيه. انت النهارده بتقول انا مش ملحد في اول الكلام، انت مش ملحد، بعد كده قلت انا ملحد. انا لا ادري. انا لا ادري. ايه الفرق ما بينهم؟ ابدا. لا ادري. الملحد يقر بعدم وجود الله. يعني انت بتقر بوجود الله؟ ده لا، سؤال. انا لا اقر بوجوده ولا اقر بعدم وجوده. يا اما ملحد يا اما لا. ما بص لأن يا استاذ أنا مصطفى، أستاذ أؤمن إن في ده اسمه تلاعب بالالفاظ. معلش يا محترم، مش انت تلاعب تحدد. بالألفاظ، ده لا على انت فكرة بص، هو انا في- قاعد معاك في دلوقتي، كذا اتجاه انت مؤمن بالله ام غير مؤمن بالله؟ يسود يابا زي ما بيقولوا. يا اما تقول لي انت موحد بالله وتعترف بوجود الله، يا اما انا مش معترف بوجود الله. مش معترف بوجود الله يبقى انت جاحد، لكن تقول انا مش جاحد، لا انا مش عارف ايه، ما ولا ينفعش. كافر لا ولا لا. مشرك. ده الكافر. الكافر يعني احسن درجه. ليه؟ الكافر الإيمان يعترف بالله محض بوجود القلب. الله. لا مؤاخذة يا مصطفى، الإيمان الكافر بالله يعترف محض القلب. بوجود الله. لما؟ قال الله عز وجل في القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذا الكافر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعترف أفضل بوجود الصلاة الله، والسلام. ولكن الجاحد لا يعترف بوحدانية الله ولا يعترف بوجود الله. فأنا بسأله سؤال. أنت دلوقتي أنا قاعد معاك على الترابيزة والمشاهدين دلوقتي بيسمعونا، بسألك سؤال من يا حقك أستاذ تسألني مصطفى، السؤال ده أصلاً. أنت ملحد مش من حقك أم تسألني السؤال مؤمن؟ ده. مش من حقك تسالني السؤال إزاي؟ ده. ما إحنا ليه؟ قاعدين ليه؟ ليه؟ إحنا قاعدين ليه يا النهاردة. مش من حقك تسال واحد عن دينه ايه او فيما يعتقد. ما انا جاي عن النهارده وجود في الله. الحلقه بيقولوا ان في واحد ملحد هيتحاور معاك، يا اما تقنعه يقنعك. قلت لهم اهلا بيك. انا مش عايز اقنعك. انا مش عايز اقنعك ان انت لا انا صح طب انا أو بسالك غلط. انا يا مصطفى، انت ليه الحدت؟ انا ليه الحد؟ او ليه لا تدري؟ زي ما انت بتتلاعب بالالفاظ، زي ما قال الشيخ ان هو شايفها تلاعب بالالفاظ. لا بالفاظ مش صريح. هو مش- صريح مع لا، نفسه. لا، أنا صريح لا انت مع صريح مع نفسي. نفسك. أنا صريح يعني مع حتى نفسي. في اللي انت بتعتقده انا انت صريح مع نفسي جدا وصريح معاك جدا. انت لو صريح انا تقول لي كده، بقول يا اما انا بقول ملحد لا بوضوح. اعترف بوحدانيه الله ووجود الله، يا اما انا راجل شاكك في وجود الله. الاثنين واحد. استغفر الله العظيم. استغفر الله على ذلك. طب احنا بنستعمل هذه الالفاظ يا استاذ الفاضل من اجل ان نوضح للراي العام. يا استاذي اتفضل، يا استاذي اتفضل. مش من حقك تراجع حد فيما يعتقد اصلا. يعني مش براجعك فيما تعرفه، ولكن انا بكلمك في جزئيه. احنا النهارده قاعدين على هذه الطاوله، قاعدين والمشاهدين سامعيننا، علشان ايه؟ قاعدين ليه مع الظلام؟ لا وبعدين هو قال لك ان هو لا يدري ان الله موجود ام لا. هو قال كده دلوقتي. انت حضرتك تحدد وفي موقفك. نفس الوقت مؤمن ان في خالق ورا الكون دوت. ليه بس- خالق؟ طب ما هو بس- الخالق هو الله. جميل. يعني انت تعترف ان لهذا الكون اله؟ خالق. تعترف لهذا الكون انه خالق. انا ما قلتش اله. نعم. خالق. إيه هل الفرق؟ الفرق بين كلمه خالق ايه الفرق واله؟ بينهم يعني؟ انا بسالك سؤال اهو. ما الفرق بين خالق واله؟ خالق صفه من صفات الله، اله صفه من صفات الله، الاثنين صفه واحده. انا بسالك ايه الفرق بين الخالق؟ انا راجل خريج ازهري ماشي، وحاصل على اجازه حفظ القران الكريم، فانا بسالك قول لي سؤال. حضرتك ايه الفرق بين كلمه خالق انت اللي وخالق؟ سالت. لا هو حضرتك قال لك سألت. صفه، قال لك صفه من صفات المولى عز وجل، من اسماء الله الحسنى. استاذ الحبيب، فانت مع النهارده احترامي حتى في هنا كلامك بقى انت تقر ان الخالق
ده صفه من صفات خد بالك بس هنا المولى بقى عز هنا وجل. صدق القرآن. اذا هناك الاله اللي هو ربنا هنا سبحانه صدق وتعالى. القرآن لما قال بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. إذا هنا الإلحاد في الآيات في الأسماء وليس في ذات الله. هو الآن أقر قال أن هناك خالق. إذا صدق القرآن حينما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في الأسماء خالق، لا مش إله، لا خالق. هذا هو الإلحاد. صدق الله في القرآن الكريم لما تكلم عن هذه المسألة أن الإلحاد كان ليس لذات الله، لكن كان الإلحاد لأسماء الله. وهذا ما حدث الآن. يقول لك أنا عارف أن الكون لي خالق ولكن أنا بقول ما هوش إله. نديله بقى فرصه يرد. اتفضل يا مصطفى. اتفضل. نرد على ايه؟ حدد سؤالك. اللي قاله الدكتور أنا بس اللي لا قاله أنا مش الشيخ دكتور جمعة. حضرتك، أنا مش دكتور، أنا اللي قاله الشيخ جمعه دلوقتي انك انت بتعمل خلط وبتتلاعب بالالفاظ، اللي هو سؤالنا الاولاني. انت دلوقتي أنا لا. بتتلاعب. انت بتقول في هناك خالق، مفيش اله. ازاي؟ ما هو الخالق دي صفه من صفات المولى عز وجل. المفروض ان الاله كما يدعون مطلق مين اللي العقل. بدعهم؟ من يؤمن بالله. من يؤمن بالله يدعي ان الاله مطلق العدل مطلق الرحمه. واسرتك بيؤمنوا بالله ولا ما بيؤمنوش بالله؟ اسرتي كلها مؤمنه بالله. انت بتشتغل يا مصطفى؟ انا حاليا ما بشتغلش. خريجي ايه اصلا؟ انا كنت في خدمه اجتماعيه. كنت ما كملتش. ما كملتش. طب انا عايزه، انت كام سنه يا مصطفى؟ 37. يعني راجل كبير، يعني راشد. المفروض. وقلت لي ان الاسره كلها هم موافقين على ده؟ هما مش موافقين. طبعا مش موافقين. بس متقبلين يعني بيتعاملوا معايا محتضنين، يعني انا اسرتي محتضناني. عايش معاهم يعني؟ عايش معاهم جدا ومحتضنيني بيتعاملوا معايا بمنتهى الاحترام والذوق والرعايه، بيشملوني برعايتهم يعني. مصطفى انت كده يعني يعني انا طبعا مش رجل دين عشان اقدر افتي، من افتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، مش كده ولا ايه يا مولانا؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فانا عايز اقول يعني انت كده في حكم المرتد عن الدين. حكم المرتد؟ لا انا مش مرتد. امال انت ايه؟ انا اصلا ايه تعريف المرتد اصلا؟ وليه انا راجل مسلم يعني ايه حكم المرتد؟ انا راجل مؤمن. انا عايز اعرف يعني ايه حكم المرتد. انا راجل الشيخ بعد اذنك. طيب لا يفتى والشيخ جمعه في الاستوديو. بص يا سيدي، اتفضل. الردة وهي الخروج عن عقيدة التوحيد، أننا كنت موحدا فارتدت عن هذا الدين، عن هذه العقيدة، أخرجت نفسي منها. تمام. فأنت أول ما ربنا خلقك كنت مسلم، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم قال لنا في إسلامنا كده: كل مولود يولد على الفطرة فإما أبواه يهودانا. مفيش حاجة اسمها فطرة. أنت ما عندكش أنت ما لأن لو استخدمنا لفظ الفطرة أنا ما أعطيتكش. لا خليه قول يا مصطفى أرجوك يا شيخنا، قول. مفيش حاجة اسمها فطرة. الفطرة ان احنا كلنا كل انسان يتولد على الفطرة اللي هي الفطرة اللي بيزعموا وجودها دي. اولا ما اسمهاش فطرة، اسمها الغريزة. تمام. والمفروض ان احنا لو انت بتقول في فطرة سليمة، تعرف الغريزة معناها ايه؟ كما تدعي انت عارف علميا الغريزة يعني ايه؟ كما تدعي. لا استنى كما تدعي. مش هنعدي اللفظ ده. انت عارف علميا الغريزة معناها ايه؟ معناها ايه؟ ده الشهوة. لا لم تطلق الغريزة للشهوة. الغريزة ما هي اساس علميا للشهوة، لكن الفطرة وهي الفطرة السمحاء انك خلقت لا تعرف شرا ولا خيرا. الفطرة خلقت نعم، فطرتك التي خلق الله عليها، فطرة الله التي خلق الناس عليه، لا تبديل لخلق الله. اللي هو المفروض ان كل الناس بتتولد عليها على حد زعمك. الكافر على حد زعمك. انت عارف الكافر لما بيلد له مولود، هذا المولود ما هوش كافر، لانه ولد على الفطرة، لسه ما اتدنسش، لا جاله شر ولا جاله خير ولا جاله اسلام ولا جاله كفر، ابيض خالص. الابيض خالص دي باللغه البلدي يعني الفطره اللي انت عادك بتنكرها. لكن غريزه دي تطلق على امر شهوه، على امر كده فطره. اتفضل. ايوه الفطره. تمام. انا بشكرك يا استاذ مصطفى. خلي بالك معنى كده لا تكابر. خلي بالك معنى ان انت تتماشى معاه في الالفاظ كده انت لا تكابر. الدين يكتسب بالتلقين ولا بيكتسب بالفطره؟ بص حبيب قلبي، هنا بقى في جزئيه. لما بيكلف صاحب الفطره اللي هو الطفل الصغير ويبلغ سن الحلم، هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ديننا بقى اسلامنا بيقول ايه؟ فاما ابواه يهودانه
او ينصرانه او يمجسانه، بمعنى ان هم بقى يحطوا له يلقنوا له زي ما انت بتتكلم كده، يلقنوا له اللي هم عايزينه، اما اسلام اما كفر. انت لقنت الاسلام من صغرك، من مين؟ من ابوك ووالدتك. لكن انت لما كبرت وبدات تشغل عقلك، شغلته مع مين؟ مع اللي اداهولك، بس ما شغلتوش صح. شغلته بايه؟ شغلته بالكفر والالحاد والشك. لا ما هو امال شغلته بيه يا مصطفى؟ يعني شغلت عقلك بيه. دلوقتي انا لما لقنت الاسلام لقنته بعد اللي قاله ده كله الشيخ برضه كله لقنت. انا لقنته في الصغر، بس يعني انت ما لسه اخترتش. مقر من شويه، قلت ان أنا انا ما ايه؟ اخترتش. الفطره، ووافقت على لا. الفطره اذا هي فطره الاسلام التي فطر الله عليها. المفروض لو هي الاسلام فطره بتناقض المفروض نفسك ان يا الكل مصطفى. يكتسبه. انا لا اناقض نفسي. لا بتناقض نفسك. لو بتناقض نفسك. اقرب بالفطره الان ودلوقتي تقول لي لو لقنت. انا لو نفسي الفطرة- مداخلات والله يا طب ما استاذي، لقنته. حتى الشعب افتحوا لنا يا المصري. جماعه مداخلات يا ريت للجمهور. والله عشان الشعب افتحوا لنا المصري يقدر- مداخلات للجمهور يقدر يا جماعة. يرد ويتكلم يقول لك يا انتوا أستاذ، قاعدين رقم بتقولوا التليفون. ايه؟ انتوا قاعدين بتقولوا يا ايه؟ استاذ واخد يا بال أستاذ. حضرتك؟ انا دلوقتي مش جاي انقض اديان، ولا عايز انقضها، تمام؟ ولا عايز اثبت ان انت غلط، ولا عايز اثبت ان انا صح، تمام؟ دي اول حاجه. دلوقتي المسيحي اللي اتولد في اسره مسيحيه، حضرتك اللي جاي ليه؟ المسيحي معلش اللي معلش اتولد انا في أسرة- بعد اذن الاستاذ، انت جاي لي وانا جاي لي دلوقتي عشان نكون صادقين وصراحه. خلي بالك ده صراحه هنا. جايين عشان نعمل حوار يمكن نطلع بفكره جديده. الله ينور، يبقى احنا جايين نتناقش في الدين نطلعوا بفكرة وغير جديدة. الدين. والحقيقه انا بعمل فقره علشان ده عباره عن جرس انذار لكل الاسر في مصر بهذا الموضوع. خلي بالكم جرس انذار ليه؟ علموا اولادكم ده لأن- شيء طبيعي، شيء طبيعي ان الواحد يفكر ويتحرك جرس في فكره انذار لان ويختار ما ولسان يعتقد. الازهر هيئه كبار لأن العلماء دي ان قنبله تكثف موقوته الدعوه. يعني في خلال الفتره اللي البلد مشغوله فيها دلوقتي- بالسياسه. دلوقتي ممكن كل واحد يفاجئ ان ابنه الحد. على فكره انت كلامك مش حيادي. أنا؟ حضرتك كلامك مش حيادي. حاضر. المفروض المطلوب مني انا ايه دلوقتي؟ انا كانسان انا كانسان قدامكم انتوا الاثنين، يعني أنا عايز بتطالبوني أقول لك بايه؟ يا مصطفى. بتطالبوني ان انا انفذ اللي انتوا عايزينه؟ لا مصطفى شوف أنا هشوف الصح هنا اللي انتوا نلزمك شايفه. بشيء. اسمعني احنا بنناقش أنا فكره عند حضرتك، فكره انت مصطفى بتعتمد يا شيخنا فيه. بعد ده السؤال. اذنك ارجوك اديني بعد ده اذنك. السؤال. اتفضل. مصطفى انا ممكن اكون منفعل فعلا كانسان مسلم بغير على ديني. معانا مداخله تليفونيه. مين معانا يا جماعه؟ معانا مصطفى منين؟ معانا مصطفى. اتفضل. مساء الخير يا مصطفى. الو. ايوه السلام عليكم. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. احمد نجيب معاك. احمد نجيب. اهلا استاذ احمد. ايوه اهلا. نجيب. اولا السلام عليكم الشيخ. الله عليكم السلام السلام ورحمة ورحمه الله. الله حبيبي استاذ مصطفى. مش ترد السلام. اهلا وسهلا. انا بقول لك مساء الخير والسلام عليكم كمان. مساء النور. انا كنت السلام عايز عليكم. بس انا كنت عايز اعلق بس على حته صغيره ان سبب الحاد الناس. اولا انا مسلم مش ملحد، تمام، ولا لا ديني ولا الكلام ده، بس اتعرضت للافكار دي كلها وعاشرت الناس دي وقعدت معاهم والكلام ده كله. الناس دي مش في الصوره اللي انتم متخيلينها خالص، في الصوره المتوحشه اللي انتم متخيلينها، او ناس كلهم مرضى او الكلام ده. بس في اسباب كتير قوي دفعتهم لده. امال هم ايه طيب؟ انت شايفهم ازاي؟ شايف ده موقف اجتماعي اقتصادي واخدينه محاولة موقف مش من الدين بس، لا ده موقف من المجتمع كله، من رجال الدين اللي في الفترة الأخيرة أساءوا للدين وأساءوا للمجتمع. ويمكن انت حضرتك كده نفس بتهين رجال الدين يا استاذ احمد. لا، انهي رجال معلش، الدين؟ هو حدد. يخصص بس حدد أرجوك. ممكن يقصد فئه او فصيل معين. يعني حدد مين هم اللي اساءوا هو لا للمجتمع. يقصد الازهر خالص يعني. علشان الحقيقه هو لا يقصد الازهر وانا اثق في ذلك. الازهر بمنأى تماما خلاص عن قصة انا الله عايزك يبارك فيك. تحدد أنا يعني عارف انت هو تقصد يقصد إيه. مين ارجوك. هو أنا يعرف. أقصد بالتحديد فصائل الإسلام السياسي وفصائل اللي جايه لنا من قطر وتركيا. الصحراء. لا، ومن الصحراء ومن قطر والناس دي كلها. احسنت استاذ مصطفى، صح. خلاص. نعم. الناس دي لما جم ودخلوا علينا بالهجمه دي، تمام، بقى في المجتمع نفسه حصل له حاله من التردي. ادى ان في ناس ظهرت ملحده وظهرت لا دينيين واجنوست اللي طيب هو انا بتكلم عن حاله مصطفى يا استاذ احمد. انا مش بشخص حاله دلوقتي، انا بتكلم عن حاله مصطفى اللي حضرتك شفتها معانا. تعليقك ايه عليها؟ انسان عند معلش يا مصطفى سامحني، بس حد وصل لسن 37 سنه ولا شغل ولا مجتمع بيبص له، زيه زي اي شاب في مصر
من الشباب كتير مشكله اجتماعيه اقتصاديه بحته. يعني عايز تقول عوامل نفسيه يا استاذ مصطفى؟ أدت ده. يعني عايز عوامل نفسيه. يعني ترجي ده لعامل نفسي او عامل علمي صح. او اقتصادي. كلامه صح. خلاص؟ اشكرك ثواني. طب ارجوك اشكرك عشان معانا استوديو ومعانا مداخلات كتير عايزين نستمع ليها. انت رايك كيف كلامه اللي قال عليه ان هو عامل اقتصادي او عامل نفسي؟ امال ايه؟ اصلا كل اللي وصلوا بقوا ملحدين او لا دينيين او لا ادريين او واتس ايفر يعني كلهم بداوا يفكروا، كسروا حاجز الخوف. اي حد يكسر حاجز الخوف لازم يرفض الاديان. خوف من مين ومن ايه؟ الخوف من المجهول، خوف من مال المجهول ومال ان انا مسلم خوف او من الغيبيات او يهودي. ما هو الخوف من الغيبيات والغيبيات واحنا صغيرين ما تسالش السؤال دوت، ما تفكرش كده. تمام. ولو خرجت هتتقتل. فكره ان احنا داخلين مين سوري في اللفظ. مين طيب بيقول لعياله لو خرجت هتتقتل؟ انا عندي ولادي كتب الدين بتقول كده، كتب الدين اللي بتقول كده. كتب اني في اني كتاب دين قول لي عليه. قول لي ايه واحده، قول لي حديث نبوي واحد. ايه واحده او حديث نبوي واحد يقول اللي انت بتقوله. انت بحثت فيها ايه يكون انت بحثت فيها القران يسالونك وبتستدل بيها دلوقتي. انا ما بستدلش، القران نفسه كان بيجاوب على اهل يا شيخنا ارجوك بس وهرجع لحضرتك تمام. لا يا فندم هرجع لحضرتك تاني. قول لي ايه دينيه، ايه قرانيه واحده او حديث نبوي واحد انت بحثت فيه واستدليت من خلاله. انا ما بحفظش النصوص حاليا دلوقتي، انا مش حاضر لي طيب فيما معناه في حديث فيما معناه. قول لي فيما معناه. في حديث متمسكين بيه: من بدل دينه فاقتلوه. من ايه؟ من بدل دينه فاقتلوه. شيخنا لا خد بال حضرتك دي بقى لازم اسمع ردك فيها. بص حضرتك، احنا عندنا حاجه اسمها الحدود. ما دام انا اعتنقت واقتنعت بان هناك اله، بان هناك رب، بان هناك خالق له دستور، زي مثلا مصر معمول لها دستور 2014 انت بتمشي عليه لانك صوتت عليه او ما صوتش. المهم انت في دوله بتحكم بدستور القران لانك بتعيش فيها مؤمن بيها. خلاص. الله سبحانه وتعالى لله المثل الاعلى له دستور. انا امنت بالله وامنت برسوله وامنت بملائكته بالغيب وكله بالقدر خيره وشره. ما دمت انا امنت بالله فانا ملزم بما امر الله به ان التزم به. الله عز وجل بيقول كده ان احنا لما نؤمن بالله ووحدانيه الله. اكمل الجمله عشان المشاهد برضه يستفيد. اننا امنت بالله وبوحدانيه الله نزل لي القران. القران بيقول لي انت هتقول بالقران ده؟ طب القران ده في 1 2 3 لو انت تخطيتهم هتتحاسب. موافق ولا مش موافق؟ انا بخش برغبتي. ما دام خشيت برغبتي يبقى هنا كل ايه في القران تنفذ عليا. كلنا فهنا اذا ترديت عن القران وترديت عن وحدانيه الله انا ارتضيت بالاول، اذا يعاقب بهذا الرده. وعندنا حكم الرده كما قلت هو حديث صحيح ان من بدل دينه فاقتلوه. في ايه بقى؟ ان حضرتك دخلت ووافقت على تعليمات الله وعلى قرآن ربنا وعلى دستور ربنا وبتستدل بيه إذا أنت هنا بداخل برغبتك الدين وداخل برغبتك الإسلام. بقول لك والله خلي بالك أنت دخلت الإسلام. أنت رديت على نفسه. وعلى فكرة لو دقق في كلامه هيعرف. قول لي أنت بقى، أنت دققت بقى في كلامه. قول لي بقى إيه التدقيق اللي أنت بتقول إن أنا اخترت؟ أنا ما اخترتش. أنا بكلمك قضية وحضرتك ما اخترتش. لا أنا اخترت طبعا. لا ما اخترتش. لا مين لا تخش نيتي. انت احكم على نفسك بس. ما حدش اختار اصلا يا عم. انا اختار. انت لقنت الاسلام يا اخي لو سمحت من فضلك انت هتحكم عليا. مش هنحكم عليك بس كده خلاص. انا بقول لك انا اخترت. انا ايوه اتكلم عن نفسك. فرصه اخترت. انا اخترت دين الله بمحض ارادتي، اخترت توحيد الله بمحض ارادتي، اخترت القران بمحض ارادتي، دخلت الازهر واخدت اجازه حفظ القران الكريم بمحض ارادتي. اذا كل شيء بمحض ارادتي. اذا انا في هذه الحاله اخذت هذا الكتاب وهذا القران الذي انت لا تؤمن به، هذا المصحف الذي انت لا تؤمن به انا اؤمن به، هذا الكتاب وهذا الدستور انا امنت باقتناع. بيقول لي ما دام انت امنت بيه باقتناع وامنت بصاحبي باقتناع بالخالق باقتناع اذا في هنا تعليمات لو انت تجاوزتها انا بحاسبك. بقول له امين سمعا وطاعا. من المحاسبه انني لو كفرت بهذا الكتاب وكفرت بوحدانيه الله بعد ذلك لي عقاب. انا ما اخترتش. انت حر بقى. انت بتتكلم عن نفسك بقى. انت بتتكلم على قضيه عامه. انا بتكلم على قضيه عامه. لا ما هي قضيه عامه. انا ما حدش فينا اختار.
احنا اتربينا. اتكلم عن نفسك يا استاذ. اتربينا. يا انتوا مين؟ بتتكلم عن نفسك ولا عن بتكلم عن مجموعه العموم. زمايلك؟ على العموم. لا 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 لا, لا. أنا- طب اهو أنا انت دخلت حضرتك- الاسلام مكره ولا برضاك؟ انا بس لا، مش أنا ممكن. ارجوك يا شيخنا، انا اللي أنا هنا اللي ما بتكلمش بسال. عن إكراه، يا ما يا تقوليش. يا لازم اخ يحترم يا اخ عقليتك. مصطفى ما تقولش مصطفى ألفاظي. يا يعني مصطفى عايزه يتكلم بشكل علميا خاطئ، ما تقولش يا ألفاظ. مصطفى ما انت قلتش. بتتكلم عن مين؟ انت بتتكلم عن انت المجموعه. بتقول أنا احنا بتكلم عن- بتتكلم بصيغه الجمع. أيوة. ما بتتكلمش انا. قول ما بتقولش انا في القعده دي قول انا. اقول انا؟ لا مش هقول انا. امال انت أمال بتمثل هتقول مين؟ إيه؟ لان كل انت قاعد بتمثل الكل مصر شعب لقن- مصري؟ بتمثل مسلمين ولا المسيحي لقن كلهم؟ المسيحيه، واليهودي لقن اليهوديه، والمسلم لقن الاسلام وهو طفل. والله تمام؟ العظيم اليهوديه والاسلاميه يوقنوا- والنصرانيه والمسيحيه اقسم بالله بتعترف بوحدانيه الله سبحانه وتعالى. وانا قلت له الكلام ده وكله في تمام. بتعترف ان هذا الكون اله واحد ولو انت جبت وأنه طفل- المعبود. ولو جبت طفل يعني انت لا تتكلم عن اليهوديه ولا عن الاسلاميه ولا تتكلم عن المسيحيه لان حضرتك كل البعد عنهم ده انت ضد كل دول. اما انت تقول انا مش ولما انا اله ضد كل رد يا مصطفى. استنى، أنا انت ضد أنا كل ضد ده. كل دول. رد بقى. انت ضدي ليه؟ نعم ده عشان- السؤال. لا. عشان انت ضد الدين. استناني أنا مش لا ضد لا لا. الدين على فكرة. انت في أمال المجتمع إيه؟ انا ما بهاجمش الدين. لا لا أمال لا إيه؟ انا بعيش اختياري، بعيش قراري. انت بتعيش المفروض اختيارك ان انت لكن تحترم اذا قراري اختيارك واختياري. وقع عليه ضرر وشبهه للمجتمع المجتمع. لابد ان نحاربها. ان نحارب هذه الفكره. شبهه؟ نعم. لا ملهاش اي تاثير. ازاي؟ الايمان في أما القلب. الايمان في القلب وصدقه العمل دي معروفه، ولكن انا بتكلم عن جزئيه معينه. يهمك. انت أسألك حضرتك سؤال. بتقول كلمه أسألك- واحده ان الله خالق. هنيجي بقى اصلا الموضوع اللي احنا قاعدين عشان أسألك سؤال. ان الله خالق أنا ما قلتش بس إن الله مش خالق. اله. أنا ايه ما الفرق قلتش إن بين الله الخالق؟ خالق. أنا ما قلتش ما إن انت قلتش. قلت الكلام ده من شويه. قلت لا. رجعوا الشريط أمال قلت ايه يا طيب؟ قول لنا قلت ايه؟ الاخ المخرج يا ثواني. كان الشريط من الاول الله بعد يكرمك. اذنك بعد اذنك بعد اذنك بعد اذنك. قلت ايه يا مصطفى؟ أكمل قول كلامي- لنا. اكمل كلامي بعد اذنك. كمل. انت ما قلتش هو خالق بس مش اله. اكمل كلامي. معلش يا دلوقتي انت عايزين عايزني نقول لك كمل انت والحقيقة عايزني ساكت. اتظاهر اني مسلم؟ يا اخي منتج ولا انت أكون حر مسلم؟ والاسلام لا يزود ولا تنقص فيه حضرتك، بس احنا بسألك بنشهد سؤال. للمشاهد عشان نقول له لا، لا. ان احذر هذه النوعيه في المجتمع، ان هذه النوعيه لا اساس لها من الصحه، ليس عندها علم، ليس عندها حاجه، هي حاله نفسيه زي ما يا الاستاذ أستاذ، مصطفى يا الله أستاذ. يكرمه كان عنده مداخله أنت عايزني- قال لك دي ناس لا بتشتغل ممكن ولا تقول عندها تاخد شغل هو ولا نفسه عندها اعترض مصلحه وهو ولا بس- مكمل دراسته حتى، ممكن يعني توطي يائس. صوتك. يعني يا رب انت عملت فيها كده ممكن ليه؟ توطي صوتك. هتكفر بالله وطي صوتك. يا اخي ما كلمة أصل- الحق. اصل مش معلش محتاج مختار تحقق عليك. عن اي حق، غضبان لله عن اي يا حق أخي. تتحدث أنا يا اخ غضبان مصطفى. لله يا قول لي الحق شيخ. اللي انت أنا بتتكلم غضبان فيه لله. عايزين حق نسمعه. نسبي. انا لغايه دلوقتي كلمتك في كام حاجه انت يا اقريت شيخ بيها وبعد ما جمعة. تقر بيها تقول لا ما قلتش. يا شيخ يعني قلت جمعة. ان الله لا مؤاخذة. أرجوك. انت قلت أرجوك انا الله يا شيخ خالق جمعة. لكن مش اله. رجعت قلت لا انا ما قلتش كده. انا قلت يا شيخ جمعة. في خالق. انا إيه؟ قلت في طيب، خالق، ما قلتش الله فسر خالق. لنا الخالق بتاعك ده يبقى عباره عن خالق ايه؟ الكون ده وراه اكيد سبب. السبب ده اكيد خالق. لا حول ولا قوة. كيفية أنا الخالق ده احنا إيه؟ بنقول أنا الله خالق. انا ما نعرفهاش لان انا ما شفتهاش وما نقدرش نقر بحاجه انا ما شفتهاش. إزاي؟ ما اقدرش اشهد بحاجه ما شفتهاش. لا اله الا الله. هو انت عايز تشوف من ربنا؟ يحيي انت عايز تشوف ويرى ربنا مين؟ يعني؟ طب هسالك سؤال. من يحيي العظام هسألك ويرى سؤال مين؟ مفضل. جاوب. لا بص محمد باشا دي حته شرايح هنا بس. استاذ صفا احنا بنتكلم بعد إذنك. حاجه مره. أولاً أنت بتعلي انت مش حسك. ربنا بتعلي يعني حسك انت مش يعني انت حضرتك مش هتؤمن بالله لما تشوفه. اسمع. ما معلش ما هو كلامك اهو ما بتردش لا أصلاً مؤاخذة بحاجة. محمد. والله ما مش ما انت ما عندكش بتردش يا حجة اخويا. تقولها. من عارف وجهة ترد نظر. عليا وتحترم عقليتي. انا من هحترم وجهة عقليتك. نظرك، مش الله انا مطلق. بسالك انت دلوقتي مش هتؤمن بالله الا لما تشوفه. طيب انا ثواني. هسالك سؤال. ثواني. هنسال سؤال تاني. بعد اذنك انا هسالك سؤال. الروح انا هسالك سؤال. الروح اللي بتخرج من الانسان هسألك دي سؤال. انت بتشوف ايه؟ سؤال اهو. الروح اللي فيك انت وفي انا دلوقتي قاعد معاك اهو، فجاه اجى ملك الموت قام اخد روحي. هل انت شفت ملك الموت او شفت الروح وهي طالعه؟ يا لا اشوف حاجه مش موجوده. يعني مفيش روح كمان؟ يعني مفيش روح؟ بقول لك أنا يا عم ما أعرفش محمد، إيه هي الروح أصلاً. انا شايف ان احنا بنضيع الحياه أنا ما دي أعرفش إيه بالفاضي. الروح. يعني انت انا والله انا شايف الحياه طب قول لنا بالفاضي في ايه كده. طيب؟ انت بتعلي حسك وبتزعق. مش بعلي يا حبيب قلبي، اصل كلامك مش منطقي. انا بقول لك دلوقتي ايه؟ بقول لك روح وملك. جاوبني. قلت لي طب- أصل حاجه مش طب موجوده. أسألك سؤال وجاوبني يعني في عليه. روح ولا مفيش روح؟ طبعا هو عايز يسال يا شيخ جمعه ونرجع دلوقتي نكمل أنت- كلامنا. ما بيجاوبش يا استاذ محمد. كما هو تدعون. مفيش اي حاجه جوه كما خالص. تدعون كما تدعون كما تدعون. مين دول أنا اللي الله بيدعوا؟ هم المسلمين المسلمين او المتدينين او المسيحيين المسلمين، لا، أو كل من المسلمين. صح اللي على كل- ظهر الارض آه. يعني المليارات المسلمه انا الله يعني مطلق مليار مطلق و300 القدره. مسلم يا راجل. مليار الله و300 مسلم. انت مش معترف ده إن غير هم- الاخوه المسيحيين لا ده لوحدهم دول. لا 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 انا بتكلم على مسلمين. يعني دول برضه عندهم الله. 300 حضرتك انت بعقلك لوحدك. الناس دي انا مش لوحدي. كلها على امال انت مين؟ ومين؟ انت فين؟ انت مع مين؟ مش لوحدي. فين؟ ثم انت بتتكلم عن مليار و300 مسلم وما بتتكلمش على 4 مليار و700 مليون مش مسلمين. لا بس معترفين بوحدانيه الله. يعلموا ان اله موجود وبيعبدوه. عارف ازاي؟ بطريقتهم بشريعتهم. اليهوديه بتاعت
بتعترف، المسيحيه بتعترف. على فكره عدد يا اللي أخي هم عدد اللي بره المسيحيه والاسلام اكتر من عدد المسلمين والمسيحيين مرتين. انت تعرف اوباما نفسه ده فين الكلام ده يا مصطفى؟
في دول العالم كلها. هو عدد المسيحيين في العالم كام؟ ما تقول لي طب هات طيب، لي اديني واحد. احصاء، اديني احصاء. هات لي شخصيه عامه. لا شخصيه هو انا معايا عامه. احصائيه دلوقتي. يبقى ما تقولش كلام على عواهنه كده وخلاص. انت كلامك مرسل يا استاذ مصطفى، ما زعلش مني. هو كلامك يعني تقول مرسل. أي كلام. اليابان فيها كام اله؟ كام اله ما بيعبدوه؟ يا سيدي 800 اله، فيها هقول لك 800 ايه. اله. لا معلش أنا اللي بسألك. انا هوصل الحاجه دي. قول بص لي يا إحصاء صديقي. واحد. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 360 صنم، 360 اله، بس كلهم يعترفون ان للكون اله، بس معه انداد. احنا مش عايزين نناقش القضيه ديت. لا احنا بنناقش قضيه وجودنا. امال انت جاي تعمل ايه؟ انا مش عايز اخش في مناظره وجدال. انا مش جاي اخش في مناظره برضه انت هرجع وجدال. جاي أنت تسوق جاي ليه؟ لفكر. طب خلاص جاوب على السؤال دوت. اتفضل. انت بتقول ان معانا الله محمد مطلق شوقي، مطلق. معانا محمد شوقي، مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ الفاضل؟ الله يحفظك، اتفضل. والله انا بس كنت اتمنى ان الاخ اللي هو اسمه مصطفى، ايوه اسمه مصطفى برضه، اسمه صح. ايوه اللي يترك له. يعني احنا نقول دايما التامل في الكون، التامل في الكون وفي خلق الله، والواحد بيروح يشوف. يعني انا كنت بعمل كده وانا حتى صغير، كنت دايما اقول ربنا ده جه منين؟ واخد بال حضرتك ازاي؟ كلنا بيت نشأت في بيئة دينية، والدي بيصوم ويصلي وكده، بس انا برضو تركت لنفسي عشان برضو الاخ مصطفى برضو اديله احساس ان احنا لو كان بيمر كده اقول ايه ده ربنا جه منين وجه ازاي؟ فاحنا بنيجي بنقول في لحظه. الواحد كنت انا وانا صغير ولغايه لما كبرت كنت ببص اقول الورد ده جه ازاي واتعمل منين؟ ده انا كنت حتى ببص ارجوك عشان في عجاله الوقت ضيق. حاضر. يعني انا بتكلم انا رفقا بالاخ مصطفى في حاجه واحده بس. اديله فرصه لانه من واضح ان هو مشتت فكريا شويه، مع احترامي ليه. كويس. اتامل الحياه والكون. هو ربنا قال في ايات القران كلها، يعني الواحد يتامل ويعقل والكلام ده كله، بيعرف جه منين، ولما يعيا يقول. حاضر خلاص. اخر حاجه يا استاذ ارجوك بسرعه عشان معانا مداخلات كتير. بس في الامر الوقت ميسر ليه، لان هو بس ما ايه يعني يقول ايه انا لما بعيا مين اللي هيشفيني؟ لو الخالق. ان اي حاجه المولى عز وجل. هو هنا بيعمل تفكيك ما بين الخالق اللي هو صفه من صفات المولى عز وجل. لو في اعتقاد البرشامه هي اللي هتداويه بس. اشكرك يا فندم. اشكرك جدا. نروح لمدام هدى من مدينه نصر. اتفضلي يا فندم. ايوه حبيبي. اتفضلي يا فندم ارجوك بسرعه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اي مين معايا؟ انت على الهوا يا فندم. ايوه حبيبي، انا عايزه بس اقول للكائن الموجود معاكوا ده يعني ازاي تجيبوه؟ ازاي ولادنا تشوف المناظر دي؟ ازاي الشيخ يقعد معاه؟ معلش لازم نحارب الفكره يا مدام هدى، لازم نحارب احنا يا الفكره. فندم يا مدام هدى دي فكره الحقيقه منتشره، واحنا بنحاول نكافحها وبنحاول ان احنا نواجهها. لازم نغير على ديننا. ازاي الملحد ده ازاي قاعد وعينه كده تدب فيها رصاصه؟ الله موجود في كل مكان ونعم بالله. الله خالقه. الله ازاي ملحد؟ ازاي نشوف الاشكال دي؟ ازاي؟ فين الغيرة على الدين؟ فين الغيرة على الله؟ فين؟ ده أشكرك. يشوف ربه في كل مكان، في نظره، في عينه، في اللقمة اللي بياكلها. مين بيرزقه؟ مين ونعم بالله. في النبتة؟ مين خلقك؟ طيب اشكرك مدام هدى، ونروح لحسام من المنصوره. مساء الخير يا حسام. مساء النور يا فندم. اهلا بيك، اتفضل. يعني انا كنت عايز اقول حاجه، ان البني ادم ده اول حاجه المفروض يعملها ان هو يغير اسمه. مصطفى صلى الله عليه وسلم. اسم نبي الرحمه عليه افضل الصلاه بس والسلام. انا بحب اسمي. طب بتحبه؟ ما هو اسم الرسول عليه السلام يا مصطفى. انت راجل ملحد. هو بيقول لك ان هو بيحب اسمه يا حسام. يغيره. هو بيحب الاسم ده. ده مش ذنبنا ان هو بيحب الاسم، زي ما غير ملته ويغير اسمه. اشكرك حسام من المنصوره. مصطفى اتفضل رد على كل المداخلات اللي جت دي. الناس ده رايهم فيك. لا تعليق. لا تعليق؟ دي بس ليها تعليق عادي؟ ليها تعليق بسيط. بص حضرتك، لا تعليق فعلا. طب قول والله. لا تعليق. طب قول والله. لا تعليق. مش مصدقك. لا عايز تعلق. طب معلش خليك معايا بس قول والله. لا تعليق. لحظه يا شيخ. اتفضل. انا مش مصدق انه لا تعليق. واحد مش مؤمن بربنا هيهمه كلام الناس؟ انتوا عندكم اتهام ان انتوا بتعملوا الكلام ده، الجروب بتاعكم اللي موجود على الفيسبوك، انكم مضطهدين دينيا والكلام ده كله عشان تهاجروا. اديك انت اهو، رايك ايه في الكلام اديك ده؟ قاعد لا اهو. انا مش عايز اهاجر. ها؟
انا مش عايز اهاجر. تحب مصر؟ بحب مصر. ما هو ربنا اللي خلقها. شيخنا كلمة يعني قدامنا 4 دقايق، فالحقيقة عايز اخد معاك دقيقتين ومع مصطفى دقيقتين. خد معاك دقيقتين وخلينا في الاخر. يعني طيب. انا بخليه عني شويه. اختم بيا أنا. لا قول لحضرتك الاول، اتفضل. طيب بص يا استاذ مصطفى، الاستاذه بس الفاضله مدام هدى، ايوه هي غيورة على دينها قوي جدا كلنا، وانا يعني سعيد بيها. بتقول لك يعني يا شيخ انت بتضيع وقتك ليه؟ قلت لها لا، احنا لازم الفكره دي يا مدام هدى، انا بقول لك اهو، لازم ان احنا نحارب الفكر ده فكر جاي لنا من بني صهيون. لابد ان نحارب. طب ناخد احمد من القاهره ونرجع لبني صهيون دول. احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ احمد. ايوه يا استاذ. نص دقيقه يا فندم، قول اللي عندك عشان وقتنا فعلا انتهى. انا عايز اكلم الاخ اللي اهو قدامك يا فندم، قول له اللي انت عايزه. الاخ مصطفى. يا مصطفى انت اسمك مصطفى، انا عايز اسالك سؤال، فكرت في معنى اسمك؟ صحيح طبعا. رد على ده. ايه معنى اسمك؟ صلى الله عليه وسلم. مختار. اصطفاه. ايه؟ المختار. المختار. المصطفى والمختار. رد عليك قال لك اسمه معناه المختار. انت بتقول ايه معناها المختار؟ مين اللي اختارك؟ مش ربنا سبحانه وتعالى هو المختار؟ رد يا مصطفى، الراجل بيسألك. قول له قول له لا، قول له مفيش اللي انت عايز تقوله. ما هو بيقدم كلام انا مش مؤمن بيه اصلا. بيقدم كلام انا بتكلم في حقي ان انا اؤمن بما اؤمن بيه، ده وما بيقول لك أؤمنش باللي ما ربنا أؤمنش والشيخ بيه. قال انت كده مرتد. هي دي الفكره كلها. ما هو حد الرده دوت خطا غلط الخطأ اصلا. اللي فيه الشيخ شايف انك ده مرتد عن من الإسلام. ضمن اهم وإنك الاسباب مشرك اللي بالمولى بيخلي عز الناس وجل. وبعدين شرحناها يعني ايه مرتد. انت دلوقتي قلت ان انا مؤمن انا ما قلتش. عشان الراجل بس ما يشوشش عليه. استعيذ بالله كده يا ابني، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسمع كده منه عم احمد. انا سامع. بيقول لك يا ابني قول سامع. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سمعت. طب مش مقتنع باللي بيقوله؟ الشيطان الرجيم. انا واحد صاحب موقف. بيقول لك ان هو صاحب موقف يا عم احمد. فين الموقف ده؟ ايه الموقف ده؟ انت واقف في موقف لا تحسد عليه يا ابني. ربنا والله يا عم احمد ما في سؤال سالته وجاوب عليه، دي مشكلتي معاه. عارف لو جاوب على كل سؤال هيريحني. اشكرك يا استاذ احمد. عندك حاجه تقولها يا مصطفى؟ لا خالص. انا بس لا في نقطه. طب ارجوك في عجاله نقطة. عشان وقتنا انتهى. الفكره كلها ان احنا المفروض ان الدين في القلب، تمام؟ والواحد اللي بيؤمن بالغيبيات بيؤمن بيها، والعلاقه بينه بتبقى بينه وبين ما يؤمن به. هو مؤمن بالله، فعلاقته بالله انا ما تخصنيش في شيء. انا يهمني ان هو في مجتمع بتؤثر على هذا المجتمع. لا انا لا اؤثر في هذا المجتمع. المفروض ان انت تعاملني. ادونا 10 دقائق الحقيقه اهو. قلنا دين 10 دقائق. قلنا دين. الدين معامله، صح؟ مش انتوا بتقولوا ان الدين معامله؟ ونعم بالله. تمام. انت يشغلك ايه؟ يا عم انت او غيرك. ايه المعامله ايه يا عم؟ ايه اسم المعامله يا عم؟ معاملتنا وحشه يا عم. انا على فكره انا مش بتكلم في عقيده. بنتكلم على عقيده. انا ما بتكلمش في عقيده او ايمان. هي دي المشكله. من وجهه نظرك انت، من وجهه نظرك يا مصطفى وانا كمان من وجهه نظرك والراجل اللي قدامنا ده والاستاذ مليار و300 واحد وجهه في العالم. كل واحد نظر. بل واليهوديه كمان. لا والله العظيم لو في خط اليهوديه بتسمعنا وبيفهمونا دلوقتي بلغه عربيه هيدخلوا علينا. لو في يا مصطفى ما هو اما انا مؤمن بالله اما غير مؤمن بالله. وفي الحاله دي بقى انا معايا تليفون جناب القس مشرك بالله او محمد مع احترامي ليك. انا معايا تليفون جناب القس فوزي خليل بتاع هاتوا لنا يا جماعه. هاتوا لنا يا جماعه اي حد من الكنيسه. اي والله هيقول لك انا مؤمن بالله. يا عم مش هجيب لك مسلم يا عم، انا هجيب لك واحد غير المسلمين خالص يقول لك لا نعترف بان لهذا الكون اله خالق رازق. هيقول لك الكلام ده مش انا كمسلم، ما دام انت حكيت ان انا مسلم مؤمن بهذا الكلام وبس. طب قول يا انا هجيب لك غير المسلم. هو عايز يرد اهو. اتفضل. بس هو كل شويه يعمل كده وما بيردش الحقيقه. مفيش جواب على اي سؤال. مفيش اي جواب. اتكلم مع حد بيزعق. طب اهو هنسكت. يعني انا نزعق انا كمان. ما انا نعرف نزعق يا سيدي. يا شيخ جمعه انا نعرف نزعق. اتفضل اهو. يلا. دلوقتي كل واحد يعتقد ما يعتقده. انت مشكلتك ايه معايا ان انا شايف ان مفيش اله؟ احنا جايين هنا ليه بس يا استاذ؟ لا اله الا الله. كبيره جدا كمجتمع انك انت لا دلوقتي السؤال النقطه المحدده اللي احنا بنتكلم فيها، تمام؟ ان انت مش من حقك تلوم عليا ان انا شايف ان يكون ملوش اله، تمام؟ لان انا اصلا ما ضرتكش في ديت، ده ما اعتقده في قلبي، تمام؟ ما انا ممكن اتظاهر بان انا مسلم وممكن وهتصدق ان انا مسلم. معانا خالد من الجيزه. استاذ خالد الاسلام ظاهر ولا يقين في القلب؟ استاذ خالد بنسمعك انت على الهوا. اتفضل. اهلا وسهلا محمد.
اهلا يا فندم، اتفضل اتفضل. والله الشيء اللي قدامك دون انا مش عارف اقول لك ايه. يعني هو شخص ما عندوش دين ولا عنده اصلا يقين بربنا. هو بيقول لك، هو بيقول كده. هو ما عندوش هو اصلا قاعد مش عارف يعمل ايه. هو بيقول لك، هو بيقول كده، والحقيقه كل ما نساله في سؤال ما بيردش، الشيخ ما قاعد يقول عندوش له حجه أسئلة لاي ومش عارف حاجه هو يرد عليه. على اساسها يعني. ده راجل فاضي مش عارف يقول ايه، راجل فاشل عنده 37 سنه عاطل. 37 سنه 37 سنه 37 سنه اكيد فاشل عاطل مش لاقي حاجه يقولها. مش عارف اقول لك ايه. انت حرام عليك تجيب اشياء زي دي تتكلم كده عن الناس. استاذ خالد، استاذ على خالد، فكره كل اللي عملوا مداخلات انا عايز اقول لحضرتك على محترمين حاجه جدا. انا النهارده بدق جرس انذار لكل الاسر. استاذ خالد، اللي انتم مش واخدين بالكم منه ان في اعداد من هؤلاء الشباب بداوا يروحوا للسكه دي. ماشي، فين بقى الدوله؟ فين الداخليه؟ فين كل الاجهزه اللي في مصر؟ فين هيئه كبار العلماء؟ فين الازهر الشريف؟ فين دار الافتاء؟ فين كل الناس دي؟ لا يا استاذ محمد، عليهم دور كبير قوي. دول اكيد ما عندهمش اهل، ما عندهمش حد يربوهم اصلا في حياتهم ولا عارفين. انا عايز اقول لحضرتك دلوقتي وانت بتتكلم معايا بقول لا اله الا الله وانا بكلمك. يعني هو بيعترض على كلام انا وسيادتك وعلى كلامكم وبيقول لا اله الا الله. متناقض. معانا الاستاذ علاء. ايوه قال لا اله الا الله. انت مش قلت لا اله الا الله دلوقتي وانا بتعقب على الكلام؟ مش قال يا شيخ؟ متناقض مع نفسه خالص. طيب يعني انت عندك تناقضات غريبه. انا قلت لا اله الا الله. استاذ علاء من لا اراديه. انا لا ارادي، معلش. انا ما قلتش كده. لا يعزم عليها. استاذ علاء مساء الخير، السلام عليكم. فقدنا الاتصال. قول يا مصطفى، انت ما قلتش لا اله الا الله؟ قلت لا اله الا الله. ما قلتش لا اله الا الله. يعني في الاعاده شوفها هتلاقي نفسك قلت. يجوز. انا بقول لك قلت. استاذ محمد مع احترامي ليك، بص اصل الالحاد دوت كان الاول يقول عليه. خلينا نتكلم في المهم يا شيخنا. اتفضل. دوركم انتم كرجال دعوه ورجال دين ايه في هذا الملف الخطير؟ دورهم ان هم يقولوا حد الرده. ده دورهم. طب ما هو قال لك كده. هو بيسالني انا، انت بتجاوب. ما هو قال لك. انا هجاوب بقى. انت قال لك وانت يعني لو مؤاخذه خدت الكلام من الودن اليمين خرجته من الشمال. بص يا مصطفى، اشهد الله، اشهد الله العظيم، اشهد الله احنا ما فيش بينا انا ما جيت المكان ده الا عشان حاجه واحده بس. يمكن ربنا يكرمنا، يمكن الله سبحانه وتعالى يجعلنا سبب نغير الفكره والاعتقاد اللي عندك. مع ان انا اقل واحد في الدنيا كلها، بس لعل الله يجعل في كلمتنا الاثر معاك. عمرو من استاذ عمرو فاروق من القاهره. استاذ عمرو السلام عليكم. ايوه السلام عليكم استاذ عمرو، انت على الهوا، اتفضل. عليكم السلام يا فندم. اتفضل يا فندم بنسمعك. بس عايز اساله سؤال واحد بس حضرتك. اتفضل يا فندم. هو حضرتك عايز يشوف الشيء عشان يتاكد اذا كان موجود ولا لا، صح؟ تمام. هو بيقول كده. هو بيقول كده حضرتك. النور اللي موجود ده حضرتك سببه كهرباء، يقدر يقول لي شافها ازاي؟ رد يا مصطفى. تمثيل مخل. ما ردش. بيقول لك تمثيل مخل. لا هو مصطفى مش هرد على حاجه. تمثيل مخل يعني المثل دوت مش ولا انت مش عارف اصلا؟ مش هيؤدي. طب انت ليك روح ولا مالكش يا استاذ الحبيب؟ في روح باينه جنبك. الراجل معانا اللي سال السؤال استاذ عمرو بيقول لك تمثيل مخل، فانا بساله يعني ايه تمثيل مخل؟ بيقول لك لا يؤدي. يعني مثل لا يؤدي لحقيقه، يعني مش هنوصل بيه الحقيقه. الحقيقه يعني اللي انت مش هنوصل بيه النتيجه. مش هنوصل بيه النتيجه. لا اللي انت فيه هو اليقين. انا ما عنديش يقين. مش فاهم. هو حضرتك شاف الكهرباء اللي عملت النور دي عشان يقول حضرتك في كهرباء شافها؟ بس لما بلمس الكهرباء بتكهرب. نعم. لما بلمس الكهرباء بتكهرب. هو بيتكلم في الشعاع الضوئي، مش بيتكلم في اصل الصوره. يا استاذ حبيبي ده انا سالته حضرتك يا استاذ، اسمه الاستاذ مصطفى؟ لا الاستاذ عمرو. يا استاذ عمرو انا سالته بقول له انت ليك روح ولا مالكش روح؟ هو ما جاوبش على السؤال ده طبيعي يعني. انا بقول له الروح دي لما بتخرج انت بتشوفها؟ ما ردش عليا، لا قال لي ما بشوفهاش. اقول له بس انت مؤمن انها موجوده، فلله المثل الاعلى. الله لا يرى بالعين المجرده. مصطفى يظهر غضبه ولكنه لا يعلق ولكنه ليس حجه ولا عنده اي كلام يقوله. يا استاذ عمرو اشكرك استاذ عمرو، اشكرك. بصراحه محتار فيه بامانه، يعني محتار فيه جدا يعني. انا نفسي في الاستوديو احترت. احنا المشاهدين كلهم احتروا بصراحه. اتفضل. انا المذيع احترت. طب اعمل ايه بس؟ طيب يعني الله يسامحك يا استاذ ساره. انت حيرت الناس كلها. محمد الجلاد الله يسامحكم. يعني كل الدنيا شايفاك انك انت محير وما عندكش قاعده مفيش تستند اصول ماشي عليها. تقول اللي انت بتقوله. انت تعرف اهل الكفر. لا في اصول. ايه الاصول؟ قول لنا يعني. طول واحد ثلاثه. كيف بني هذا الاعتقاد اللي عندك؟ كل من يؤمن بالله يدعي ان الله مطلق العدل، مطلق الرحمه، مطلق القدره. تمام.
تمام العدل من تمام الرحمه، وتمام الرحمه من تمام العدل. المفترض ده مش حاصل. ازاي اديني مش مثلا. حاصل؟ تمام العدل من تمام عدل الله لو كان موجود، ونعم بالله ولو موجود. كان عادل موجود انه يتنزل على قلوبنا وعقولنا جميعا بشكل متساوي. جميع البشر، مش هو اللي خلق البشر؟ مش هو اللي خلقهم كما تدعون؟ انت معنى كلامك كده ان الخير والشر ليه ربنا اوجده كمان؟ ما انت هتخش لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا اوجد الخير والشر ليه؟ تمام وجد العدل. العقاب أليس واوجد من تمام- أليس من واوجد تمام العدل الجنه أليس من والنار تمام ليه؟ العدل أن ده انت دخلت يتنزل في عن قضيه الجميع يعني بشكل بص متساوي؟ ازاي بس عارف يا إزاي اخي بس؟ انا وفضلنا بعضكم بقول لك ايه على بعض. انت عارف انا اقول لك يعني انا عارف هختم كده معنى كده ان مفيش تكافؤ فرص. استاذ محمد عارف يعني ايه مال تكافؤ أستاذ الفرص الحبيب. ومال الكلام ده؟ عارف هنختم كلامنا بايه؟ لا انا معايا ام فادي في المعادي الاول اخدها وبعد كده نختم كلامنا. والله مفادي أنت السلام عليكم. اقول لك أنت بايه دلوقتي بتجيبهم ده هجيب لك كلهم؟ صريح ايه صريحه جايبهم كلهم أنا يهاجموا فاتح عليا. الخط يهاجموني. على لا الهوا. مش يهاجموه الخط على الهوا. مش اللي مقتنعين عايز بيك من يتكلم أساسه. يتكلم ده واحد والارقام ده على واحد الشاشة. اتهمك انك مريض نفسيا ام فادي السلام واحد عليكم. في المداخلات دي بس أنا اتهمك مش انك نفسيا. طب ده نسمع الست ام فادي من والله انا عايز الكاميرا المعادي. تقرب عليك شويه بس يا ست ام قرب فادي كده السلام شويه عليكم. النفسيه ازاي عليكم السلام، مساء الخير. اهلا يا فندم اتفضلي. والله انا مش عارفه ازاي تخلوا بني ادم زي دوت اطفال وتسمعوا ده. احنا بنقول يا رب. صحيح بس احنا بنسمح ان يا احنا رب. يقول اللي بيقوله ده دلوقتي علشان ندي انذار لكل الاسر. نخلي اطفالنا تشوفوا الاشكال ديت او تسمع الحاجات ديت. احنا بنربي عيالنا على ربنا موجود. وربنا موجود وملو السمع والبصر. هنديلهم بس درس هو اللي ما دلوقتي بيشوفش. دقيقتين. اشكرك جدا ام هنديلهم درس فادي. دقيقتين دلوقتي. الاستاذه اماني من القاهره. الو، عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا استاذه اماني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت انا عايزه بس اوجه له سؤال. اتفضلي. في يعني اشهر حاجه مسلسل بتاع سيدنا يوسف. يعني ما شافش لما ستنا زليخه عجزت خالص وربنا دعا ربنا فالله استجاب وخلاها رجعت في ثانيه طبيعيه. ما شافش لما الطفله في سيدنا يوسف اتكلمت وقالت على الحقيقه. ما شفتش الكلام ده. بيقول ما شفتش. هم ما حكوا. شفتش ازاي؟ انت عاوز ده واحد معمول له غسيل مخ. يا فندم ده شاب من شويه وانا بتكلم مع احدى المداخلات لا اله الا الله. قال لا اله الا الله. هو بيقول ما شفتش ما يا قلتش. شاهد بتقول لك الا الله. طيب شاهد لا انا خليكي دلوقتي قلت يا معايا رب. ما هي يا لما قلت أستاذة يا رب أماني. قلت يا رب عادي. انت قلت لا اله الا الله ولا ما ما قلتش؟ قلتش. لا بس ما قلت يا قلتش. رب. استاذه اماني خليكي دلوقتي لما معايا. قالت يا رب قلت يا رب. طب ارجوك يا استاذه اماني ارجوك اسمعي بس خليكي معانا ما تقفليش لان معانا تليفونات كتير وعايزين نسمعه ونسمعك صوته وهو بيقول لا اله الا الله. هاتوا لنا وهو بيقول لا اله الا الله. احنا مش هنتبلى عليه ده بيكذب. وهتولى يا استاذ شادي. يا شيخ جمعه أنا عارف اسكت نزعل. احنا الاثنين اهو. اتفضل اهو. يلا. دلوقتي كل واحد يعتقد ما يعتقده. انت مشكلتك ايه معايا ان انا شايف ان مفيش اله؟ احنا جايين هنا ليه بس يا استاذ لا اله الا مشكلتي الله. معاك كبيره جدا كمجتمع. لا لا والله ايه رايك بقى؟ بحكم العاده. بحكم العاده زي ما حضرتك سمعتي هو مصر يقولنا كلام ما قلناهوش وهو قال لا اله برضه الا قال الله. هو انا عارف ان قولي خالق لكن مش اله. انا ما قلتش كده. طيب اشكرك الست اماني من القاهره. معانا اخر مكالمه سيد من القناطر اتفضل. الو السلام عليكم. مستحيل هيكون مرتبين لك كل المكالمات دي. على فكرة انت يا استاذ سيد انت تعرفنا. المكالمات بتيجي استاذ محمد انا بتصل عشوائي محمد النور قاطع عندي اصلا بس في مشكله يعني حضرتك البرنامج اللي عند حضرتك طب دلوقتي. استنى بعد اذنك حضرتك انت بتقول النور قاطع عندك شايفنا ازاي؟ طيب انا مش شايف والله بس انا حبيت اشترك. امال بتكلمنا على اي اساس؟ حضرتك يا فندم الرقم ده رن عليا دلوقتي. يا فندم بعد اذنك بسالك سؤال صريح وواضح. مع حضرتك بتقول لي النور قاطع عندك دلوقتي امال شفتنا ازاي؟ وعرفت تعرف رقمنا ازاي واتكلمنا ازاي؟ افصل المكالمه بس. استاذ سيد يا استاذ سيد خلاص يا استاذ محمد. واضح ان هو احد المنضمين الى هذا الجروب. قول لي يا عم مصطفى رايك ايه؟ كل الناس دي وحشه؟ مش وحشين ولا حلوين ما يهمنيش في شيء. طب اللي كان بيتكلم ده صاحبك؟ ما اعرفش انا اصلا مين اللي بيتكلم. وقت البرنامج فضل وقت. احنا وقتنا خلص بس الحقيقه ادونا 10 دقايق بقى منهم 3 دقايق. طب ممكن اخده بعد اذنك بقى عشان نخلص. هو ما عندوش حاجه يقولها. احنا لا انا قلت وانت ما ردتش على كلامي. اللي هو ايه اللي انت قلت قلته؟ عليك انا تحت امرك اقول اهو. ده انت ما ردتش على كل اللي سالناه اذن لك. صاغيه اتفضل اسال وانا اجيب. يا ده مصطفى ما فيش سؤال يا راجل من اول حاجه سالتك الا ما جبتش عليه والناس مصطفى، كلها تشهد. انا سالتك بقى بقول لك سالتك 11 سؤال سال مصطفى تعطى يا سالتك سيدي من 11 سؤال الاجابه.
ما جاوبتش على سؤال واحد منهم غير اول سؤال وما جاوبتش كمان. لا حول ده انت قلت اي كلام وخلاص، اللهم لك. بدون اي ادله، بدون اي يقين، بدون اي حاجه خالص. ومع ذلك عايزين نسمعك، ما فيش حاجه عندك تقول. انت بتقول عندك سؤال، اتفضل قوله والناس كلها سامعاك وانا هجاوب عليه. ايه السؤال اللي انت عايز تساله؟ الله عادل. الله عادل. اثبت لي ان الله عادل. اثبت لك ان الله عدل. استغفر الله العظيم. شيخنا احنا خلصنا، اتفضل قول اللي عندك وتوجه رساله للامه وللناس. هي دي اللي انا عايزها. اتفضل يا فندم. انا بقول للشعب المصري ان هذه النوعيه المتواجده في مصر مش كتيره، ما تخافوش، ده هم يعني يوم ما ضربها الدم بتاع 1200 واحد في وسط 95 مليون، يعني مفيش في خطوره مش اقل خالص. من 5 مليون واحد. لا ده وانت ده بقى مع احترامي ليك بقى. لا ده انت بتضحك على نفسك. اكمل كلام بس. ده بيضحك على نفسك. انت عايز تتكلم؟ لا انا بنقول يبقى خلاص ما تعقبش عليه، لو عايز تتكلم اديك الدقيقه تتكلم وانا بعد كده اتكلم عادي منك. اعقب في اي وقت. لا هتعقب لما لا تعقب بعد ما خلص كلام. هتعقب لما خلص. ده اداب الحوار اللي احنا اتعلمناه. انا بقول للشعب المصري، واداب الحوار ده من اداب الحوار من الايمان برضه. ايوه اداب الحوار انت وهو سمع وسكت اول ما قلت له اداب الحوار. انا بقول للشعب المصري ما تقلقوش. الاستاذ محمد قال كلمه حلوه، انذار خطر، هو انذار بس يعني، لكن ما فيش اصلا خوف خالص. هو اصلا ما فيش هم 1500 انتوا منتهى الخطر كتير قوي على 95 مليون. في نفس الوقت القضيه بتاعته دي في المسيحيه، في اليهوديه، احنا وقتنا انتهى يا شيخنا، قول لي اللي عندك بسرعه. في الاسلاميه، في المسيحيه، في اليهوديه يعترفون ان لهذا الكون اله خالق وهو الاله المعبود، وكل واحد يعبد حسب شريعته. هذا النوع من الالحاد اللي هو الالحاد الموجود الحالي المعاصر الحالي الذي لا يعترف بوجود الله اساسا، ما كانش موجود في القران ولا في عهد النبي. اللي كان موجود ان هم كانوا يجحدوا الايات، كانوا يجحدوا الايات كما قال الله وذروا الذين يلحدون في اياته في اياتنا، وكانوا في اسماء الله، وكانوا يلحدون في الايات. ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا. ليه؟ الله سبحانه وتعالى نزل ايات، واخد بالك، فكانوا بينكروها. النوعيه دي بقى، النوعيه غير متواجده وليس لها اصل حتى لا في القران ولا بالمسيحيه. دور الدعوه بقى يا فندم، الازهر، دور الافتاء، وزاره الداخليه، الامن الوطني، كل الاجهزه الموجوده في البلد. الله يرحم مباحث امن الدوله. هل الاجهزه دي مش عارفه خطوره دعوه المجتمع؟ انا اول كلمه تتخذ عليا. والشباب دول مش نشوف هم وصلوا اللي هم فيه دلوقتي. ما كانش لها اي ذكرى في الشارع خالص. ايام امن الدوله ما كانش لها ذكرى خالص. اشكرك. ثم على وجه السرعه، الامر الثاني انا بوجه رساله الازهر الشريف، بقول له الازهر الشريف كبار العلماء كثفوا الدعوه شويه في العقيده. حتى لا اشكرك الشيخ جمعه خطيب ميدان التحرير. اشكرك يا مصطفى. اشكركم مشاهدينا الكرام. حاولنا ندق ناقوس الخطر للاسر المصريه ولكل مكان في بقاع الارض العربيه والارض المؤمنه ان هناك من يعبث بعقول ابنائنا. وجه لكل الاباء ولكل الامهات ما يمليه علي ضميري كمواطن مؤمن بالله عز وجل ومؤمن بالرسائل السماويه ومؤمن بنبي الرحمه محمد صلى الله عليه وسلم. خلوا بالكم من عيالكم، خلوا بالكم بيقعدوا على الفيسبوك بيعملوا ايه، بيقعدوا على تويتر بيعملوا ايه. تابعوا عيالكم كويس. ده راجل كبير عنده 37 سنه، يعني المفروض عنده ولد عنده 12 13 سنه دلوقتي لو كان متجوز، ومع ذلك عقله رايح للي رايح فيه. ربنا يستر على البلد. بوجه رساله للازهر، ارجوكم 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 شوفوا هذا الملف الهام وحطوا ايديكم فيه انتوا دار الافتاء وكل من هم مسؤولون عن الدعوه الاسلاميه. اترككم مشاهدينا الكرام في امان الله ورعايته، وعلى ان القاكم غدا باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.